كل دي حاجات عن توت ما نعرفهاش. طب تعالى معايا النهارده ونفتح التابوت. مولانا توت. توت عنخ آمون كما لم تعرفه من قبل. توت عنخ آمون صاحب المقبرة الكاملة والأساس الجنزي والقناع الذهبي، لكن اللي جاي احكيهولك النهارده مختلف تماما عن أي حاجة ممكن تكون سمعتها قبل كده. يوم 4 نوفمبر سنة 1923 كان عالم الآثار المشهور كارتر أول إنسان يحط رجله في مقبرة ما اتفتحتش من 3000 سنة. لكن زي ما اتفاجئ من كمية الكنوز اللي موجودة في المقبرة، في حاجات تانية كتير فاجئته. زي مثلا إن المقبرة دي كانت متواضعة جدا بالنسبة لملك من ملوك مصر القديم، صغيرة كده وكنزة. تعال شوف مقابر الملوك من قبله، شرحة كده وبرحة وترد الروح. طب تخيل كمان إن هو ما لقاش أي رسومات أو نقوش في المقبرة زي ما كان معروف يعني عن مقابر المصريين القدماء، وخاصة الملوك منهم، إلا في غرفة الدفن الخاصة بتوت عنخ آمون. وزي ما يكون النقاش كده ما كانش ليه نفس يرسم أصلا. رسومات متواضعة ودهانات كده محطوطة بشكل عشوائي. منظر بس كده الملك توت عنخ آمون وهو مع بعض المعبودات، ومنظر واحد بس من كتاب البوابات أو كتاب الموتى اللي كانوا بيسموه الإبيدوات. والكتاب ده كان مهم جدا إن هم يرسموا مناظر منه كتيرة في المقبرة، لأن ده كان بيساعد الملك المتوفى في حياته في العالم الآخر. لكن الغريب إن هم يدوب لقوا منظر واحد، ما لقيناش غير الجملة اللي قومت العالم كله علينا في موضوع لعنة الفراعنة دي، اللي كانت بتقول سيضرب الموت بجناحيه السمين كل من يعكر صفو الملك. طب كنت رسمت لك منظرين من الإيميدوات. مش وقته عظمتك. المقبرة كانت غريبة قوي بالنسبة لملك من ملوك مصر القديم، لكن الأغرب بقى تحنيط الملك نفسه اللي أثار الشكوك. عامة كان بيتم تحنيط الملوك المصريين بعمل فتحة كده على الجانب الأيسر، وبيمد فيها إيديه الكاهن ويطلع كل الأحشاء اللي من جوه، لكن كان بيسيب حاجة واحدة بس، القلب. لكن عند توت الدنيا كانت غير كده خالص. أولا الفتحة كانت من السرة وبالعرض، والقلب أصلا ما كانش موجود، بالرغم إن القلب ده كان عنصر مهم جدا في العالم الآخر بالنسبة للملك. هتقولي إيه العبث ده؟ هو مين كان مسؤول عن دفن الملك توت عنخ آمون؟ هقول لك لا مش دي، ده ده هو الملك اللي تولى الحكم بعد الملك توت عنخ آمون. هو ده؟ لكن تعالى بقى شوف مقبرته، ما تتقارنش تماما بمقبرة توت عنخ آمون. حاجة كده عظمة، إيشي بقى رسومات ومعبودات وألوان وحياة أخرى. طب هتقول إيه بقى لما أقولك إن الملك كان بيبدأ في بناء مقبرته من أول ما بيتولى الحكم؟ مش ملاحظ حاجة يا عم محمد؟ اعذرني توت ابني، أنا مش في قوة ملاحظة فخامتكم. كلكم مش ملاحظين حاجة؟ وتوت عنخ آمون اتولى الحكم وهو عنده تقريبا 9 سنين، ومات وهو عنده 18 سنة، يعني في 10 سنين معرفش يعمل كده مقبرة حلوة تليق بمقامه. لكن كل الآراء بتتجه إن ده طمع في المقبرة، وخصوصا إن ده ما كانش من السلالة الملكية. فلما شاف المقبرة اتوهم وقال لك الحي أبقى من توت، قصدي الحي أبقى من الميت. طب تخيل بقى إن توت عنخ آمون ما كانش مدفون لوحده في المقبرة، ده كان معاه 2 كمان. بيقول كارتر في مذكراته إن هو لقى تابوتين لطفلتين متحنطين لكن غير مكتملتين النمو، ولما تم عمل الفحص الجيني في إيطاليا اتأكدوا إن هم بنات توت عنخ آمون، لكنهم ماتوا هم أجنة. كان حظه غريب توت ده، لا ليه حظ في العيال ولا حتى ليه حظ في المقبرة. عملت له ايه؟ والله ما كلمته. مش قادر اقول لك بقى ال 130 عصايه اللي احنا لقيناهم في المقبره اللي بيأكدوا ان الملك توت عنخ آمون كان بيعاني من مرض عضال في رجله، واللي أكد ده منظرين على صندوق المجوهرات الخاص بيه. الأول وهو كان واقف قدام زوجته لكن متكئ على العصا. هتقولي يعني مش دليل، هقولك المنظر التاني يأكد اللي أنا بقوله لك. المنظر التاني كان بيصور توت عنخ آمون وهو قاعد على عجلة حربية، وده طبعا ما كانش معتاد أبدا بالنسبة للملوك المصريين اللي كانوا عادة بيتم تصويرهم وهم واقفين على العربة الحربية. طب بمناسبة العربة الحربية بقى، تعرف إن توت عنخ آمون دخل حروب كتير؟ والله زي ما بقولك كده، ده احنا لقينا في مقبرته 6 عربات حربية، وده لأنه استلم الحكم من إخناتون والدنيا كانت بايظة على الآخر، فحب يفرض سيطرته وهيمنته على المنطقة من جديد. لكن بالرغم من الحياة القصيرة لتوت إلا إنهم حاولوا يمسحوا اسمه بأستيكة أو ما يكتبوش اسمه أصلا من الأساس، وده اللي اتأكدنا منه من عهد رمسيس الثاني اللي حاول يجمع كل أسماء ملوك مصر القديمة في خراطيش. كانوا حوالي 76 ملك، لكن دور وسطهم كده على خرطوش التوت مش هتلاقي ولا توت ولا وبالرغم إنهم حاولوا يمسحوا اسمه بأستيكة إلا إن العالم كله خلده.
ودي كانت حكايتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم، واستنوني في حكايات حلوه كتير من معرش حياه. باي باي.